واحد ليدنا برع كان شيخ زقاريط العام، يقولوا لي شيخ، يندهون عليه يقولوا لي شيخ، يقول له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم أحبتي المشاهدين الكرام. معكم ضيف جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني بيوت عراقية. اليوم ضيفنا شخصية أخرى من الشخصيات العراقية التي تركت أثرا وبصمة في مجال الطب وأيضا في مجال العرف العشائري والاجتماعي، هو الدكتور علي بدر يونس الشمري، مدير العيادة التخصصية للأمراض التنفسية. فرمضان كريم ويا حياكم الله دكتور علي الشمري. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وبياكم، رمضان كريم، يتقبل طاعاتكم وصيامكم وقيامكم أنتم والسادة المشاهدين عبر أثير قناتكم الموقرة. الله يسلمك إن شاء الله يا ربي للجميع. دكتور علي، ممكن نبدأ مختصرة عن شخصية الدكتور علي؟ علي بدر يونس عباس الشمري، نعم، طبيب اختصاص أمراض الصدرية والتنفسية، نعمل في مركز الشهيد ثامر الحسناوي العيادة الصدرية للأمراض التنفسية وعلاج التدرم. نعم. أحد وجهاء وشيوخ شمر. نعم. الله يحفظكم ويعافيكم. هذه القبيلة العريقة على امتداد شبه الجزيرة العربية والعراق. شيخنا، بالنسبة لحضرتك شيخ وواجهة بالمجتمع، شلون قدرت توافق ما بين عملك الوظيفي وكشيخ؟ حقيقة جنابكم الكريم، قبل شوي يمكن كنا نتحدث الإحسان والكرم المبالغة في العطاء. عندنا مثل يقول الجاويد من حقها ودون. أكيد. دائما هذا حقه ينزل دون حقه، والأجاويد الإجاويد بالعطاء، وأغلى غاية الجود هو عطاء النفس. نعم. جود النفس. فأكرم عشيرتك فإنه جناحك الذي به تطير. نعم. وأصلك الذي إليه تصير. نعم. باكر عقبة يسألوك أنت منين؟ من الظل صافن، من تعد 1 2 3 وتسكت وحد، بينما من تعد وتفتخر، ورسول الله كان يفتخر أكيد. بنسبه. أكيد. من آل هاشم. ويدك التي بها تصول. أتذكر في يوم من الأيام كان عندنا واحد يجي يقرأ مقتل علي حسين، يقول الإمام الحسين، هذا بعد العهدة على الراو. نعم. يقول الإمام الحسين في ليلة عاشوراء طرق عليه واحد الخيمة. نعم. قال له أريد المبلغ الفلاني، يا كذا يا كذا، بمعنى أنه سب حاشا 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 ابن أمير المؤمنين. قال له يا فلان لا تطلب حاجتك إلا من ذو حسب. أكيد. فينخالي حسبه. هذا من تقول له مثلا، لأن هذا يستحي باشر يقولون فلان آل فلان ما أنطى، أو ذو مروءة فيثأر لمروءته، أو ذو دين فيمنعه دينه. نعم. فأنت لا تطلب حاجتك إلا من ذول الثلاث. أول واحد حط الحسب. أكيد. أول شيء حط الحسب. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إكرام العشيرة وإكرام الناس وتلبية حاجاتهم. أنا وقاضي حاجة في الجنة هكذا. نعم. هكذا رسول الله، هذا قاضي حاجة المؤمنين. كيفما بالإنسان الذي متولي الناس، يقضي حاجاتهم، يقف عند صغيرهم، يوقر كبيرهم، احنا نسميها ينغر لهم، يقوم يقعد يقضي حاجاتهم. هي هذه شيخة. أما شيخة التعالي، شيخة العنفوان والنظر للناس من فوق جبل، هذه لا. لأنه أنا أخطر واحد ليدنا برع كان شيخ زقاريط العام، يقولوا لي شيخ، يندهون عليه يقولوا لي شيخ، يقول له داخل على الله ما بشيخ، حنا خدام. درس يريد ينطي لكل الحاضرين أنه الشيخ من يخدم الناس. نعم. الشيخ من يسعى في قضاء حوائج الناس. والشيخ اثنين، يا أما تجي صلالة فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أبوه شيخ، يده شيخ، يده شيخ، يده شيخ، تصلى وراثة. واحد.
أو من يشيخوه ربعة، ربعة يشيخوه عمامة، يشيخوه ربعة عندما يكون ينقطع نسب معين، أو عندما يكون الرجل الغير مناسب في المكان غير المناسب. صح. هنا تجتمع العرب وتجتمع القبيلة، يقولون يبا هذا فلان ابن فلان النار اللي إذا خلفت رماد، هذا ما يفيدنا. أكيد. هذا وضعه منحرف عن سنة العشيرة، احنا نريد نشيخ فلان. وعادة من يشيخه الناس يا اما ذو بسطة بالجسم، او ذو لسان فصيح، او بسطة في العلم، او بسطة في الرزق. الناس شو تريد؟ تريد انه واحد يقضي حوائجهم، لازم بسطة في الجسم، يكون يعارج، يطالب، يجيب الحق، لأن الحقوق تريد حلوق. صح. أو بسطة في العلم، أنه يعرف شلون يقضي، يعرف شلون يحل فراضه، يعرف شلون تصير إليه الأمور، عارف بأحكام الله، عارف بكتاب الله، عارف بالسنن، نعم، عارف بالمناهج، يعرف يجيد أكثر من لغة بالأقل. أو بسطة في الرزق، لأنه الشيخة تريد صحن، أكيد، تريد واحد يصرف، يغيث، يلجأ. يعني هالساعة من الصير لا سامح الله، يا سامح الله، إلى حد فترة قريبة ولليوم إذا تصير كارثة لا سامح الله، لا سامح الله، عافانا الله وعافاكم السادة المشاهدين، في مكان ما السلف كله يركض البيت الشيخ. أكيد. يركض البيت بنجواد، يركض البيت المعروف في الناس، أو مثلا شيخ الجامع، أو من يكون كبير القوم، كبير العلية. فهنا هذه الشيخة الحقيقية، ثقافة وفن وأدب وعلم وقضاء حوائج الناس. حتى أنه من تقعد مع أحد القضاة، من تقعد مع أحد المحامين ويقعد يمك ويشوف المشاكل اللي يمك، وأنا قلت لكم إياها قبل شوية، يظل صافن، معقولة هاي المشاكل كلها تحلوها؟ لعد احنا هذا ما يوصلنا إلا فتات المشاكل. فعلا أنت للقضاء ما يوصلك إلا فتات المشاكل. كل المشاكل تنتهي بالديوان، كل المشاكل تحل بالمعروف، أغلب المشاكل تحل بالمعروف. أما تقول لي بين فترة وفترة أسمع فلان زل هنا أجلكم الله، فلان طلب فد مبلغ هنا، فلان طلب، لا يخلو. احنا عندنا بتقول ما يخلو نزور من نواوية. صح. أولاد أنبياء، قال اركب معي، قال سآوي إلى جبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. ابن نبي، زوجة نبي، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا مو خيانة زوجية طبعا. نعم. زين، فهنا خيانة معنوية. فما تخلو السيرة العربية بالمجمل الأعم أكثر، أقول لك من 95% النسيج العشائري هو اللي حافظ الإنسانية، وحافظ المعروف، وحافظ الدين. وهذا تشوفيه جلي عندما تطلعين للمجتمعات الغربية. ذاك الوقت تحسين أنه اللي إلى الآن محافظ على العفة والشرف والقيم هو النسيج العشائري. إن شاء الله يا ربي الله يحفظكم ويديمكم إن خيمة وعزوة. دكتور علي، اليوم تعرف أنت الشباب ما شاء الله بعام 2023 بعصر التكنولوجيا والانفتاح والتطور أصبح يميل عن الطريق. حضرتك شلون تقدر توصل فكرة أو رسالة لهاي الشباب إنه نقدر نرجعهم للطريق الصحيح؟ راح أسولف لك تجربتي كأب. نعم. لشباب. تجربتي كأب لشباب. قبل كان يقولون من كانت المنظومة المجتمعية العراقية متماسكة. نعم. وإن شاء الله إلى اليوم متماسكة. أنه الأب يربي، نعم، والأم تربي، والخال يربي، والعم يربي، والجار يربي، والمنطقة تربي. المنطقة تربي. قبل الجار يشوف زلل عند ابن جاره يلزمه بشتى الطرق، بالنصح، بالضرب، بالإرشاد، بالمغريات، يجيبه للطريق. نعم. يجيبه للطريق الصحيح. شنو اللي خلانا اليوم نوصل إلى هذا يعني اللامبالاة اللي احنا عايشين بيها اليوم؟ أول لبنة نبدي بيها بتربية الأبناء البيت. أكيد.
ضروري أن يكون الأب مربي. زين، هذا الأب لازم المجتمع يربيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أكيد. لازم يكون هو بالأساس متربي. نعم. واجب من هذا؟ واجب العائلة، وواجب المنظومة الدينية، وواجب المنظومة العشائرية. لذا أدعو كل أهالينا، كل أخوتنا، كل أحبتنا أن يلتزمون بالمضيف، بدل ما أخلي الشباب قاعدين بالمقاهي، صح. بالكافيهات، صح. بالأسواق، بالشوارع، تايهين، بدون قايد، بدون هدف، بدون موجه. أجيبهم أقعدهم بالمضيف. أقعد، تريد الإنترنت؟ هسه كل مضايفنا بها إنترنت. أقعد تسمع، تشوف، تفقه، يحكوا لك قصة. لذلك حتى عليه الصلاة والسلام قال له الحديث قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي. قول النبي مرات ما يلفظ، فعل النبي أنا إجيت شفت رسول الله يتوضى كذا، توضيت مثله. نعم. مرات أنا ما شفت رسول الله، ولكن إجيت قدام سيد أو طالب حوزة أو إمام، توضيت ما أنكر علي وضوئي، فهذا صار تقرير. فأنت من تقعد بالمضيف تسمع قول، أكيد، وتسمع وتشوف فعل، نعم، وتلتحق بتقرير أنه إذا ما أنكروا عليك جلستك، إذن جلستك صحيحة، بس من ينكرون عليك جلستك أو سلامك من اليسار، إذن سلامك بغلط. اللبنة الأساسية البيت. أنا كأب وكمربي 90% من تربية الأبناء تقع على عاتق الأب. أكيد. الأب هو القدوة. إن صلح الأب صلح دون ذلك كله، نعم، وإن فسد فسد ما دون ذلك. فالأب. 2، رسالة لكل كل أهلنا، كل عشائرنا الكرام. الجار لا زال يوصي به حتى ظننا أنه سيورثه. صح. لذلك هذه رسالة من شهر رمضان الفضيل، أنه يا جار، حتى لو صار لك 20 سنة ما تحكي يا جارك، روح بهذا شهر رمضان دق الباب عليه. اللحمة الوطنية والاجتماعية بين مشايخنا، يعني حلو من نشوف كل عشائرنا متكاتفة، كل اخواتنا، كل اهلنا، كل محافظة محافظتها او كل العراق نشوفها، يعني يمشون على خط واحد ورسالة واحدة. يا ترى دكتور علي شاف هذا الخط الواحد؟ الحمد لله والشكر لله. الشكر. هذا اتضح جلي بيوم اللي لبت كل شيوخ العشائر، شيوخ وأفراد ومعاقين، نداء المرجعية. الله. يوم قال السيد السيستاني أطال الله في عمره، الله يحفظه، الجهاد الكفائي، فتوى الجهاد الكفائي. نعم. كل العالم استنفرت بسلاحها، بما تملك، بعددها، بأموالها، كلها استنفرت. كل الناس على قلب واحد، ماكو هذا من الطائفة الفلانية وهذا من الطائفة الفلانية وهذا من المنطقة الفلانية، أبدا النست. وطلعنا للجبهات وتداوى مرضى، ما أعرف حتى هذا من يا طائفة هذا من يا طائفة. والله من تصفن عيونك تدمع. زين، لعد هذا الوتر اللي عزفت عليه دول الاستعمار اللي هو من السقوط لهسه، معقولة ما غير بيكم هالقد؟ طبعا ما غير بيكم هالقد، لأن أنتم أصلاء. أكيد أكيد. أنتم أصلاء، أنتم عروبيين، أنتم مو شعب استوى جاي، شعب عمره 7000 وكسور سنة قبل الميلاد. نعم. جيناتكم الوراثية، هذا جيناتكم الوراثية، فمو غريب عليكم أن تسوون ملحمة فاقت ملحمة قلقامش. أكيد أكيد. ملحمة قتال داعش فاقت ملحمة قلقامش. ما تقولي لي داعش، ترى داعش وصل جرف الصخر. صح صح، على سوار بغداد. نعم، على سوار بغداد. صحيح. وردته هذه الناس بكلمة واحدة من الحكيم، من حكيم العراق، حافظ هيبة العراق. الله يطيل بعمره إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. الله يحفظه. موقف مريت به أثناء هاي الملاحم البطولية كمقاتل لو كطبيب لو بالبدايات، بدايات الفتوى. نعم. أحد الأخوة موجود اليوم، هو من آل غريب. نعم. يونس الله يحفظه ويعافيه. كانت في بدايات الفتوى كانوا يروحون، كنا ندور على سلاح
باي ثمن. نعم. لان تدرين كانت الاسلحه كلش نادره. فبد يوم شفته قال لي وين؟ قلت له عندنا مشاغل. فظلينا عن الفصيل ما كنت اعرفه حقيقه، كان فصيل استوى بادي. نعم. ظلينا نحمل بسياراتنا، نروح بالحاميه نجيب اسلحه من الحاميه، نحمل بسياراتنا ومن فلوسنا الخاصه. نعم. اتذكر كانت بوقتها عندي يمكن 7 ملايين و200. ال7 ملايين و200 ظليت مطلوب عليهن مليونين. مليونين مطلوب عليهن. حملنا وصلنا اكو هسه بلشنا يصير عندنا اسلحه، قالوا ما عندنا مقاتلين. قاتلنا 13 يوم، قاتلنا 13 يوم جرف النصر، وليس جرف الصخر، جرف النصر اللي انطينا عليه دماء شهداء واحدهم يعادل الشمس. صح. واحدهم، واحد من ذول الشهداء اللي راحوا والله يعادل الشمس. رسالة اللي احنا نوجهها دائما لاخواننا، اصدقائنا، اولادنا. كان اكو فد 4 اطباء حديثي التخرج في يوم من الايام قالوا نريد نصيحة نمشي عليها باقي حياتنا. قلت لهم احنا راح نقدم لكم نصيحة عملية. هذه النصيحة العملية راح توصل لكم بس اريدكم من الصبح الساعة 5 5 ونص انتوا هنا يمي. فاجونا من الصبح واحد من الدفانة مالتنا، قلت له احفر لنا قبر بالمقبرة مالتنا. اخذناهم الصبح ورحنا. انا متعود كل فترة انه من واحد يصيب العجب ينفتح عليه خير، يروح يجرب مرحلة الموت، مراسيم الموت، حتى شوية هذا يذل، شوية ينكسر، يمرغله بالتراب، لا يصيب العجب، لا تاخذه زهو الحياة. فقلت له القائم بأعمال الغسل غسلني. فهم صافنين بدأوا يبكون، هم اللي هنا كانوا متماسكين بدأوا هم يبكون هنا خوف لو تردد لو الموت إن للموت سكرات. نعم. عليه الصلاة والسلام إن الموت سكرات، الموت ما حد يتحمله. نعم. مخيف على الكل، ولذلك سكرات الموت رحمات الله يذبها على الإنسان. نعم. فبدأ يغسلني، هم يباعون علي، ينوعون علي يمنى يسرى، بلشوا يبكون. فمن خلصنا قلت لهم شوفوا هذا أول درس أنا أسوي لكم إياه، امشوا خلينا نكمل الدرس. رحنا قبر محفور، لقينا البنات موجودة، دخلت بالقبر، نمت باللحد، بدأ التراب يذري، طلعت. قلت لهم من يجرب؟ ما قبلوا. بعدين بالترغيب والترهيب نزلوا. هذا الدرس اللي أريد أوصله. هذا نهايتك أنت كإنسان، ونهايتك أنت كطبيب اللي تتحمل أعباء مسؤوليات كبيرة. نعم. مسؤولية عورة المريض، نعم. ومسؤولية حياة المريض، ومسؤولية صحة المريض، ومسؤولية اقتصاد المريض. ذني كلهن أنت تتحملهن، لأنه الله من أعطاك هذه، من أحياها كمن أحيا الناس جميعا. نعم. زين، ومن أماتها. يعني أنت إذا تعمدت أذية أحد كأنما قضيت على البشرية كلها. نعم. فبلشوا يدخلون. هذه الرسالة اللي أريد أوصلها لكل المقبلين على حياة الطب، لكل الأطباء الجدد، لكل أطبائنا اللي ممكن أنه يسمع هذا كلامي. جرب هذه الحركة، جرب هذه المراسيم يوم واحد بحياتك، يوم واحد سويها بحياتك، راح تشوف نفسك أنت وين والحياة وين. لا شيء. عليه الصلاة والسلام يقول نطفة قذرة، جيفة نذرة. نعم. وهو بين هذا وذاك يحمل العذرة. نعم. هاي قيمتك أنت كإنسان. أما قيمتك أنت كشخص عند الله التقوى والعلم والإيمان، غيرها لا. دكتور علي، الأجيال اللي قادمة من ملائكة الرحمة أصحاب الصدار البيض، رسالة الدكتور علي الشمري إلهم. الرسالة اللي أريد أوصلها لكل أبنائنا، لكل بناتنا المقبلين على حياة الطب الجديدة اللي راح يصبحون أطباء، وأطباء ذو باع طويل إن شاء الله بهذه الحياة. العلم العلم العلم. ازددت علما ازددت ورعا، ازددت ورعا ازددت أدبا، ازددت أدبا ازددت يقينا بالله. بالعلم تتقدم الأمم. عباءة الجهل، انفضوا عباءة الجهل من عليكم. نعم. لأنه ما كنت تعتقد به بالأمس قد تتغير بكرة. الأسود أمس قد يكون أبيض بالعلم. نعم. كثير من الأمور كنا نعتقد بها اعتقادات خاطئة، يوميا العلم جاي ينطينا رسالة وجاي يوصلنا إلى مصاف جديدة. العلم العلم العلم.
والله يحفظهم ويحفظكم ويحفظ العراقيين جميعا. اللهم يحفظ الجميع. شكرا لك دكتور علي الشمري، شكرا لحسن الاستقبال والضيافة. أحبة المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بيوت عراقية، وكنا في ضيافة الدكتور علي الشمري. شكرا لك دكتور. الشكر لكم والشكر موصول للسادة المشاهدين عبر قناتكم الموقرة، والشكر للكادر اللطيف الجميل اللي يحمل عبق الورد اللي اليوم شرفنا. حقيقة شكرا جزيلا من القلب للجميع. شكرا لك. نلتقيكم على الحب والود في حلقة جديدة وضيف جديد.